يمتدح هذا المفتي العام للسلطنة؟ مفتي ما هي سلطنة عمان. الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ صافي تمام. أيوة، وبعدين؟ والسؤال الثاني، هل تتفق معي أن من الأفضل أن المغرب تنفصل من 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 قارة أفريقيا إلى أوروبا؟ ما يكون هذا أفضل للمغرب؟ كيف أنا أراه تنفصل؟ هكذا. والجغرافيا وين تودي الجغرافيا؟ كيف؟ لا، تنفصل مثل تركيا، يعني مثل تركيا، مثل دول يعني كثيرة، تطالب. يعني لأوروبا أفضل لها. هو شوف انا خليني ابدا بهذا الاخير، وربما هذا لو في مغربي ربما يرد عليك احسن. لكن المغاربه هم اخذوا يعني الموقع الجغرافي مرتبطين باوروبا، وهناك عمق افريقي وحتى عمق مشرقي تاريخي. بالعكس هذا يميزهم انه مرتبطين بالكل. اما هي كدوله والله مؤهله ان تدخل في الاتحاد الاوروبي. نتمنى ذلك. تقدر تدخل هي، لكنهم لا يحبون، ما يدخلوا شيء. إلى حد الآن تركيا ما دخلت. الأتراك فعلوا كل شيء، والأتراك الذي كانت تحكمهم العثمانيين وكان لهم علاقات أصلا مع أوروبا عميقة، إلى الآن ما دخلوا. أما بالنسبة للشيخ أحمد الخليلي، وأنت عماني، ما أدري سؤالك ملغوم ولا بريء، والله لا أدري. لا والله من حسن أنا شفت الفيديو فقط لا غير يعني. أنا زرت عمان، زرت مسقط. تشرفت مسقط ذيك. أيوة، وجاءتني دعوة، جاءني ابن أخوه الله يذكرهم بالخير، ما أروعهم صراحة. وفي العموم والله شهادتي فيكم مجروحة يا عمان، من أطيب وأنقى خلق الله. الله يحفظك، هذه شهادة نعتز فيها. يا الله على أنا أقول هذا كوكب عمان، أنتم في كوكب آخر. يعني العمانيين هذول، خلني أعطيكم نبذة الإخوان في المغرب والجزائر. والله هذا العمانيين أعتقد حتى لو تقوم القيامة والله ما تتحرك فيهم ولا شعرة. لا يبتئسوا، يكون حرب، يكون دمار، يكون خراب، وهم عايشين حياتهم عادي، ولا يدخلوا في مشاكل ولا يدخلوا في تحالفات ولا. تخيلوا عاصفة الحزم في اليمن دخلت فيها جميع الدول الخليجية، عمان قالت لا. لها دائما كذا خصوصية، محايدة دائما. أيوة. وعمان لمن لا يعرف، عمان الإخوة من شمال أفريقيا سلطنة عظيمة كان لها نفوذ إلى عمق أفريقيا. تنزانيا اليوم كانت تحكم من عمان، وكانت ضمن نفوذ الدولة العمانية. وما زال الذين من أصول عمانية تلقاهم في زنجبار وفي تنزانيا وفي كثير، يعني تلقى بالطربوش العماني الجميل هذاك، وحتى بالزي العماني. نعم، والزي العماني. فالعمانيون هؤلاء ظاهرة، يعني هم أنا أشبه عمان في المشرق والمغرب في المغرب. الله الخصوصية دائما أنت لما تشوف المغاربة لا يشبههم أحد في شمال أفريقيا. نتمنى نزور المغرب إن شاء الله. مثل ما أنكم مجموعة من الاستثناءات، أنا أرى عمان استثناء في كل شيء. لا يقارن العماني لا بالإماراتي ولا بالسعودي ولا بشيء، لا في اللبس ولا في شيء. القواسم المشتركة بين المغرب وعمان، أولا التعايش. شوف في عمان الباضية شيعة سنة، وعندهم تعايش يضرب به مثل في العالم كله. ولا تفرق بين الشيعي ولا السني. أيوة، ولا تقدر تميز أحد. وما فيش مساجد للشيعة إلا أعتقد شفت مسجد أو مسجدين، لكن ممكن تصلي أنت سني تضم وجنبك واحد شيعي مسربل، وهذاك الإباضي إباضي في نفس المسجد. نفس المغرب التعايش مع العراق، مع الصوفية، مع الأمازيغي، مع العربي، مع اليهودي، مع هذه وثانيا الاستثناءات والطيبة هذيك وكرم الضيافة. فأنا بصراحة يا أخي والله لو أتكلم عليكم يا أهل عمان يعني لاستغرقت لايفات كثيرة. فقلت لك الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، هو إباضي الفكر، هو إباضي. وأنا عندما دخلت عمان كما دخلت المغرب لا أميز، أنا عندي المغربي مغربي. نعم. لا لي علاقة، هو أمازيغي عربي صوفي يهودي، ما لي علاقة. أدخل المغرب أتعامل مع المغربي مغربي يقول لك مغربي صافي. دخلت عمان بنفس العقلية،
ما لي علاقة شيعي إباضي جني، ما عماني. الحمد لله. انا الشيء اللي لفت انتباهي عندما تتكلم في المدح والثناء لسماحة الشيخ مفتي السلطنة، يعني انا دخلت في مواقع التواصل الاجتماعي في التيك توك والانستغرام واخره، يسبون ويغلطون عليه، مع ان انسان يعني محايد ويتكلم بالحق، حتى لو كان للسلطان يعني. أيوة، لحظة. فقلت لك اسمح لي، في حصل خلل فني يعني. في قط فيه. صافي. اسمع. ف ايوه. طبعا انتقدت كثيرا. خليني اقول لك، انت الان اثرت حاجه خطيره جدا، ذكرتني. فجالي ابن اخوه. طبعا انا نزلت ضيفا عند ضابط في مسؤول في اليخوت السلطانيه، يعني جيت عند نعم. شخصيه اعتباريه في الدوله، مو اي واحد. وكان طيب، وسكنت في ايش اسمها، المنطقه يا ربي مشهوره كلها فيلل ديال القرم. اللي لاجئين اللي ساكنين فيها الان جماعه القرم، الحوثي. الخوير. لا 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 لا، ايش اسمها، كانت جنبي بنت صدام حسين، ساكنه ساكنه في نفس جنب السكن الذي انا فيه. عموما ما لنا علاقه من السكن. صاروج، يمكن الصاروج او والله القرم، يا اخي اني نسيتها يا او اخي. مدينة كذا السلطان قابوس، كذا مجمع كبير في السكيورتي، ويعني حاجه رهيبه صراحه. او الموج، يمكن الموج. الموج الموج، نعم، الموج عليك الموالح. نور، هو الموالح، نعم. الموج، ايوه هذا هو الموج. و... وجات لي دعوه من ابن الشيخ مفتي عمان، الشيخ ابن اخوه. نعم. قلت والله لا، كيف ما نزور هذا الرجل. وانا قد كنت اقرا له مواقف قويه جدا. في وقت كان يسكت علماء السعوديه ويسكت علماء الخليج كلهم، كان هو الوحيد اللي يطلع ويفتي فتاوى خطيرة جدا. يتكلم. فرحنا عنده. يا سلام على الشيخ أحمد، لقيته متابع، يعني يتابعني وقال لي أنا شفت المقطع الفلاني، قصير كذا نحيل، بلغ من الكبر عتية. الله ما شاء الله أصلي عليه. والتقيت فيه كذا مرة يعني. أيوة، عنده مجلس كبير، هذاك المجلس الخاص اللي يستقبل فيه الناس. نعم. أيوة، ويستقبل ناس وفود من أديان مختلفة، من أعراق. رجل منفتح يعني. والإباضيين للأمانة يعني نختلف أو نتفق معهم فكريا، فيهم أخلاق فظيعة يا أخي. يأسرك بهذه الأخلاق، قسما بالله العظيم يعني. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. فدخلنا وأكلنا عنده. كان هناك طقوس للأكل، ما أدري إيش دعينا. قال لنا ندعي قبل الأكل. إحنا ما إحناش متعودين، إحنا جائعين، إحنا ندخل على طول. ما جينا ندعو يا شيخ أحمد الخليلي الله يهديك. قال على يوميا هذاك المجلس يعني يوميا. أيوة. نعم. قال لك على بركة الأكل، وأنا شايف خرفان محمرة، 3 خرفان كذا محطوطة، وفي كانوا كثير. وهو دعا، وأنا أصلا قد ميت من الجوع واللعاب يسيل، والله ما فهمت ولا دعوة للأمانة. حتى ضحكتهم، قلت يا شيخ لو خليت الدعاء لما نشبع. قال باقي دعاء بعد الأكل. فكانت جلسة طيبة. وأهداني له كتاب، وأنا أنصحكم كلكم اللي تسمعوني الآن تبحثوا عنه وتقرأوه. اسمه مصرع الإلحاد، من جزئين. أحسن وأفضل شخص ينسف شبهة الإلحاد من الجذور. واو واو واو، من أخطر الكتب التي قرأت. وقلت له، قلت والله يا شيخ أحمد لو لم يكن لك إلا هذا الكتاب لكفى. هذا إذا أنتم، خصوصا للمهتمين في نقاشات الملحدين وهذول، لازم تقرأوا هذا الكتاب. لو تبحثوا عنه يمكن ما تلاقوا. هو فعلا ما هو حورب. تخيلوا، حورب من دول عربية للأسف الشديد، والله العظيم حاربته دول عربية كثير. نعم. وهو بيتكلم عن الإلحاد وكيف حكموا الملحدين، وذكر جيفارا هذا الذي مخدوعين به الناس. قال هذا واحد ملحد كان، والناس مغدورين به. عموما، ورجعت من عندكم من عمان ألاقي حملة علي في تويتر من إخوة سعوديين، وكيف تجلس مع الإباضي المنحرف عقائديا، والإباضي المنحرف جزاء بدري إيش خرابطيا، تشتخلني في عباضي ورباضي وما إباضي يا صاحبي، صلى على رسول الله. الرجل دعاني، رحت جلس معاه، الله لو يدعيني يهودي يعني.
يدعيني يهودي وبيقول لي تعال عندي، وجلست معه في منتهى النبل، في منتهى الأخلاق، في منتهى كل شيء. ولو بحثت عن المذهب أخي أسعد، معذرة على المقاطعة، تحصل في حاجات هناك بسيطة، يعني مش إنه في شرك أو في حاجة يخليك إنك تنفر من هذا المذهب. فاهم علي؟ أي راح القط ولا بعد؟ أيوة. وبعدين قلت لك جات موضوع إيران، فأنا عملت تغريدة على الشيخ. أنا يعني اختلفت معه في هذا الملف، أنه كان يمدح الحوثيين واعتبرهم مجاهدين واعتبرهم كذا، وهو نعم. ضمن سياق الشيخ هو يرى ويفتي. لم تكن فتاوى للأمانة، كانت آراؤه الشخصية يعني. فلما ذكر الحوثيون وأنهم أنصار الله وأنهم أبطال، أنا كيمني تضررت منهم، عملت تغريدة قلت يا شيخ أحمد الخليلي، والله أن فيهم من الخبث والدناءة والحقارة ما لو علمته لما قلت عنهم هذا الشيء. لكن رد علي أحد المقربين منه في الخاص، قال الشيخ يحكم بالظاهر. نعم. قلت ونحن علينا أن نوضح للشيخ ولغير الشيخ الذي مخدوع بالحوثي. أنا قلت له شوفوا، قسما بالله العظيم لو أن الحوثيين وحزب الله والشيعة هذول ذهبوا وحرروا فلسطين كاملة ورموا إسرائيل في البحر وماتوا كلهم شهداء في الأقصى، لن يغير ذلك من نظرتنا إليهم أبدا أبدا أبدا. فهذا هو ربما كان الخلاف الوحيد الذي دار بيننا وبين أحمد الخليلي. هو اللي ما هو عشان هذه النقطة بس، يعني يقول من أتى بالجملتين يقصد الشهادتين فهو أخونا، فما معتقده، فهو يتكلم من باب المعايشة فقط.